السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل طريقة عمل اللكلوك. لكلوك أطفال طبعا. بيكون معايا تقريبا يعني مثلا هنا 6 قطع، كل اتنين على بعض، كل اتنين على بعض بقصهم متساويين. مستطيل بيكون تقريبا 17 سنتي مثلا في 20، أو يعني 17 في 20 في 22 سنتي، هو يعني مستطيل. تمام. باحط طبعًا 2 الوش على الوش، وواحدة بس الضهر، 2 يعني فردتين الضهر على الضهر، هنا الوش على الوش في المجوز اللي فوق ده، في الاتنين اللي فوق، وبرضه الوش على الوش، وواحدة بس الضهر على الضهر، علشان دي طبعًا هاقص منها إيه، هاقص عليها اللي هنا فتحة الإسورة بتاعة اللكلوك اللي فوق، اللي بتبقى فوق دي، اللي بتبقى في وش اللكلوك اللي فوق. بيكون بقصها ازاي، بتكون حوالي التلت والتلتين، بقسمها على 3 واروح واخدة بالمقص ايه، التلت منها من النص، طبعا بكون قاسمة من النص. هنا بقى يعني لما اجي بقى اخيط بيكون باخد فردة واحدة واروح مخيطة من الجنب دوت، هوريكم دلوقتي على المكنة. طبعا بروح مخيطة الاتنين دول مع بعض، واسيب بقى الفتحة بتاعة الاسورة دي اللي هي بتبقى زي اللي بتبقى اللي هي الحتة من الكعب لفوق بقى لبداية. هنا بقى هبدأ بقى هنخيطها، هنشوف هنخيطها بقى ايه الجنبين دول مع بعض. دول طبعا بتبقى من بداية هنا حصل فرق، لان انا كنت بصور بايد وبقص بايد، المفروض ان انا اتنيهم على بعض واقص بالظبط يعني. فديت عادي هاخدها بالمقص يعني، حتى بحيث لو حصلت معاكي ان انت تقدري تفاديها يعني، بتسويها بالمقص مفيش مشكلة يعني، ما بتأثرش. هاخد برضو الفردة التانية هعمل فيها، هخيطها نفس اللي انا عملته في الفردة الاولانية في القطعة الاولى، الوش على الوش، واخيط بقى الخط المستقيم اللي الناحية دي، ده هتبقى اللي هي الارتفاع بقى بتاع الكلوب. بنخيطه مع بعض واحدة واحدة. لو فات منك حاجة ارجع للفيديو من اول وجديد. تمام. يا ريت طبعا تشرفين باللايك بتاعك الحلو، والتعليق بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكيد يعني. وتقولوا لي حابين اشرح لكم ايه تاني. باحط بقى نص اللي انا خيطته ده في نص بالظبط المسافة، مسافة المستطيل يعني اللي هي اللي فوق دي، وباحط الباقي كله على بعضه بقى. باحط هنا الايه القماش يعني كله متساوي مع بعضه، ما عدا اللي فوق اللي انا خيطتها باحطها في نص المسافة، طبعا عشان دي هتبقى الكعب بقى في نص المسافة، وهنا دورية الكعب. هنشدها حاجة خفيفة جدا، مش هينفع ان انا اشدها للاخر غلط، يبقى بشدها على حسب راحتها، راحة القماشة، وعلى حسب ايه دورية الكعب بسيطة يعني. ده لكلوك هنا للأطفال. وبعد كده بعد ما تخلصوا ممكن ان احنا بنضايق بقى براحتنا، هنشوف ازاي. يبقى طبعا هنا برفع الدواسة، لما في لوحة بنرفع وبعدين نعدل القماشة، بس الإبرة تكون لتحت، وانا هنا يعني عادي متحكمة فيها شوية. بترفعي والدواسة والإبرة في القماشة يعني. انا ممكن بص بتنزلي الإبرة كده، وبعدين تلفي بقى القماشة بتاعتك وتشتغلي تكملي عادي. الشدة بشدها خفيفة، ما بشدهاش كتيرة، بشدها خفيفة على راحة القماشة يعني. تقريبا هي نفس المسافة اللي الناحية دي، هي نفس المسافة اللي انا سايباها، المثلثة اللي هي طلعت دي طبعا بسيبها في الاخر خالص. انا هقصها بقى وايه بعد، عشان تكون المستطيل على المستطيل، عشان المسافات بتاعتي تكون محددة. هعمل بقى الفردة التانية نفس النظام، مكان ما خيطت كده بسيب اللي هي دي فتحة الاسورة، بسيبها لفوق عشان دي اللي هتبقى الوش اللي انا هدخل منها الرجل، والخياطة اللي الناحية التانية. طب المسافة بقى اللي رحلت مني دي هاخدها كده بالمقص عادي، مفيش مشكلة. هتحاولي تسويها يعني. هي طبعا هتعجز معايا شوية في المساحة، في الاخر بقى هضطر ان انا ايه
انظمهم الاتنين يكونوا قد بعض بالظبط. هحط برضو الخياطة اللي انا خيطتها دي في نص مسافة المستطيل ارتفاعه يعني، اللي هو المسافة الصغيرة يعني، وهسيبها برضو على راحة القماشة. والناحية دي ده الكعب، ببدأ من عند الخياطة اللي انا خيطتها الاول، مش ببدأ من تحت من وش الكلوك، لا، واخدها على نفس الدورية بتاعتها دي. طبعا دورية الكعب اللي هتكون ايه معايا، دورية الكعب بيكون الاتنين دول ايه على نفس المسافة زي بعض. طب هي برضو رحلت معايا عشان هي اصلا رحلت معايا من البداية، تمام. بس بخيط برضو مفيش مشكلة، ده كله هيتساوى بالمقص في الاخر. هو الصح طبعا ان انا اشتغل صح، بس ده غلطة مني عشان كنت بصور بايد وببص بايد، فدلوقتي حطيته ركنته على الموبايل على المكنة عشان اخيط وابدأ اتحكم في ايديا يعني وكده. تمام. هنا برضو رفعت الدواسة، المفروض الابرة بتكون ايه تحت، الابرة في القماشة زي ما اتعودنا، لكن هنا يعني انا متحكمة فيها شوية. برضو بفردها فردة خفيفة على راحة القماشة. تمام. هاجي بقى ده كده فردتين مجوز، الفردتين بس لسه في بقى ليه الارضية اللي انا هحطها. الارضية هحطها بالعكس، احط بقى الارضية بالعكس علشان خاطر لما اجي اقلب الاكلوك يديني برضو ايه لون الوش. تمام. اشوف الناحية الناعمة الهين ونستخدمها. يعني مثلا دي حسيت ليا خشنة شوية، دي هخليها في الارضية ليه عشان مثلا ما يتزحلقش وكده، هخليها في ارضية الاكلوك. احطها بقى عليها وابدأ اخيطها فيها عشان تكون مجوز، اللي هي في الارضية بتاعته تكون مجوز، بحيث ان هي تدفيه، وفي نفس الوقت لو مش على الارض وكده ما يشربش السقعة بتاعة البلاط او السيراميك بسرعة يعني. فاهماني؟ عايزة تحطيها على الوش عادي، عايزة تحطيها على الظهر ما فيش مشكلة، انا كده كده بقلب، واللي بيبقى الوش ده الوش بيكون تحت. لكن هنا الناعمة لقيت اللي فوق دي عليها رسومات خشنة وكده، فرحت حطاها لجوه على بحيث ان هي ايه الناعم اللي يكون مقابل لرجل الطفل يعني. تمام. دي طبعا الأرضية بحطها وبمشي على نفس الخيطة اللي انا خيطتها قبل كده عشان بس الأرضية تكون ناعمة. هنيجي بقى نشوف نركب الأسورة ازاي. بساوي بقى في الاخر خالص بعد ما كنت تمكنت ان انا حطيت كل حاجة على نفس المسافة بتاعتها، المستطيل على نفس الزوايا على نفس الزوايا. بعد كده بساوي بقى في الاخر خالص، لقيته واسع شوية على الطفل بضيقه، مفيش مشكلة من جنب واحد من الجنبين، مفيش مشكلة عندي. بسيب الكعب والوش اللي هو الاخر اللي عند الاصابع، الكعب واللي عند الاصابع، واضيق بقى من الجنبين. تمام. هنا بساوي بقى على نفس الخياطة اللي انا ايه خيطتها، بتساوي برضو الناحية التانية بحيث ان هو ما يكونش مكلكع كده يعني في رجل الطفل. ده كله ايه زيادات ملهاش اي لازمة عندي. وطبعا القماشة دي مبتكونش طبعا ايه بتنزل، فبتسيبيها عادي من غير سرفرة، مش مفيش مشكلة. المقاسات بتاعت الاسورة لو انت عايز تقيسيها يعني تمام مفيش مشكلة، بتاخدي المسافة قدها مرتين، مسافة ما انت قصيتيها بتاخديها مسافتها، ده الطول بتاعها مسافتها ايه قدها مرتين. يعني شفتي المسافة دي هتزودي عليها كمان مسافة وتقريبا سنتي واحد زيادة للخياطة، او ممكن ما تزوديش لان هي كده كده القماشة عندي بتمط. فانا خدت المسافة هي هقسمها بقى على هزود لها كمان مسافة وزود لها سنتي واحد بس الخياطة. تمام. هاخد طبعا الاسورتين بعد كده هقصها بسويها علشان الطول العرض بتاع الاسورة يكون متساوي يعني. هاخد بقى القماشة دي هنشوف هنخيطها ازاي مع بعض.
تمام. بعد كده انا هقصها على 2، يعني هقسمها على 2. دي بقى هحتاج الناحية اللي بتمط معايا الاسترتش، هي دي اللي هتبقى ايه، هي اللي دي اللي هتبقى اللي في الدورية بتاعة الاسورة، يعني بحيث ان هي تمط معايا او تكون استرتش معايا، بحيث ان هي ما تخنقش الرجل، تكون ايه بتوسع شوية كده. هخيط طبعا اللي انت شفتوه ده دلوقتي، خيطت الاتنين على بعض، وبعد كده هقصها بقى من النص، وفي الاخر كمان هقسمها على 2 كده، بقسمها على 2 اهو. وفي الاخر برضو هتنيها مجوز علشان تكون اسورة نظيفة يعني. هتني بقى اللي انا خدته ده اهي، اللي انا قصيتها هتنيها على الاتنين، احط الحرف على الحرف والوش لبره علشان بقى ابدا ايه اخيطها وتتعمل لي اسورة. يعني في حد طبعا جه ساعدني يعني في التصوير، لاني محتاسة مش عارفة امسك واصور في نفس الوقت، فايه صور لي، يا رب التصوير يكون واضح. هنا بتني بقى الايه الاسورة عشان ابدا اخيطها ونشطب باذن الله اللكلوك. ده طبعا بيكون من عادي، بيكون مش محتاج قماش كتير عندك يعني، لكن يكون المهم يكون ستريتش ويكون ناعم شوية علشان خاطر رجلين الطفل، الحاجة المباشرة ليه. طبعا التصوير ما شاء الله واضح يعني، محتاجة اقول يعني، طبعا انا بهزر يعني، اكيد ان شاء الله هيوضح دلوقتي. هو الفصل ده جه ما معرفش بسبب ايه بصراحة. هبدأ بقى اخيط الاسورة. نبدأ بقى نخيط الاسورة، بحط الخياطة على الخياطة علشان تكون شكلها نظيف وكويسة يعني. هبدأ بقى ايه، دخلت الاسورة لجوه وسويتها، وبعدين شديت شوية كده على خفيف يعني، بحيث ان هي تتساوى مع نفس المسافة بتاعة فتحة الاسورة. بتكون بقى اللي هي اللي جوه طبعا بخيط انا لبره. بعد كده هقلب ده كله. هعمل بقى الفردة التانية ان شاء الله تكون واضحة معانا يعني دي. هنا حطيت طبعا الخياطة على الخياطة، ودخلت الاسورة اللي جوه وبدأت اخيط. ايوه بدخلها بقى اهو لجوه هنا، الحمد لله واضحة هنا، وشدتها خفيف كده بحيث ان هي تتساوى مع بعضها. بحاول احط الاطراف مع الاطراف، وطبعا بخيط واحدة واحدة، ما بخيطش بسرعة انا، تخيطي واحدة واحدة. هو اللي جنب المكنة هنا دول لك كنت عاملاه يعني، فما صورتوش، فحبيت ان انا اصور لكم دوت. هنا المكوك تقريبا فضي او كده فبغيره. تقريبا كنت بخيط على الفاضي يعني، فمعلش اعذروني. هنبدأ تاني مع بعض في الإعادة إفادة. معلش هي هتاخد مننا وقت شوية في تركيب الأسورة يعني، بعد كده الموضوع هيكون سهل، ان انت خلاص ايدك هتكون خدت على الشغل يعني. بقلب بقى واشوف شغلي وصل لي فين. بص يا جميل، ما شاء الله ما شاء الله يعني. طبعا لو لقيتيه واسع بتضيقيه من الجنبين، مش من عند الأصابع خالص يعني. ما شاء الله هنا لقيته واسع شوية، خدته برضه هاخده يعني على المكنة يعني من جوه دلوقتي. وادي الفردة التانية ما شاء الله. تسمع
بسم الله ما شاء الله. طبعا بإذن الله انت هتعملي افضل من كده بكتير. ايوه لو لقيتي واسع من هنا بتاخديه الخياطة دي لجوه، تمام زي ما انا وريتك كده بالظبط. تاخديها طبعا لجوه، بتقلبيه وتاخديها من جوه. هقلبه دلوقتي واعمله قدامكم. تاخديه بقى من ايه، من جنب الكعب، مش من اول الكعب، لا طبعا من بعد دورية الكعب تاخديها خط مستقيم للاخر، او بدورية خفيفة كده وتوصلها بس لعند الايه، الطرف عند طرف اللكلوك كده من الجنب، مش من كله. وبتروحي قصاها بقى بالمقص، او بتشوفيه الاول المقاس تمام ولا ايه. آه، بتقصي بقى. هنقلبه مع بعض. بسم الله ما شاء الله. بنظبط بقى كده، ما شاء الله ما شاء الله. رأيكم في الجمال الحلاوة دي؟ ان شاء الله بإذن الله تعملوا احسن من كده كمان. اشوفكم على خير بإذن الله تعالى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.